بعد سنوات من المعارضة، فهيمة يوسف تغير موقفها وتعود إلى صوماليلاند. النائبة فهيمة يوسف التي تأكد أنها تخلت عن موقفها السابق الداعم لوحدة الصومال وعادت إلى تأييد صوماليلاند لم تكن شخصية عادية، بل كانت نائبة تمتلك نفوذا سياسيا وقدرة كبيرة على التأثير في القضايا التي تتبناها، مع التذكير بالدور البارز الذي لعبته في خروج إدارة صوماليلاند من لاس عنود وحتى عودة انتخابات رئيس مدينة لاس عنود. وتوجد فهيمة حاليا في أديس أبابا، ومن المتوقع أن تصل خلال الأيام المقبلة إلى العاصمة هرجيسا. وكانت فهيمة قد شغلت سابقا عضوية المجلس المحلي في لاس عنود الذي انتخب عام 2012 قبل أن تستقيل وتعلن معارضتها لقضية صوماليلاند. هل تغير المشهد السياسي من جديد؟